من صناع المحتوى لما بييجوا يرفعوا فيديو قصير ما بيعملوش الإعدادات دي، فلما بييجوا يرفعوا الفيديو يجيب لهم أول يوم وتاني يوم مشاهدات، بعد كده المشاهدات بتوقف فجأة. تعالَ هاقول لك الحل النهارده إزاي ترفع الفيديو بطريقة صحيحة ويجيب معاك مشاهدات، حتى لو بعد سنة 2 3 هتلاقيه بيجيب مشاهدات وزايد في المشاهدات. أول حاجة هنيجي نفتح برنامج اليوتيوب بتاعنا اللي هنرفع من عليه الفيديو. تاني حاجة زي ما أنتم شايفين لازم تعرف عندنا ان هنا السبب علامة الحقيقي زائد ان هندوس عليها. دوسنا على علامة زائد هنيجي نختار فيديو الشورتس بتاعنا اللي إحنا هنرفعه، ولو يكن الفيديو اللي قدامنا ده أهو اخترناه. بعد ما اخترنا الفيديو أهو دلوقتي كده بنعمل معالجة وبننزل الفيديو بتاعنا. هو كده بيحمل، مش هياخد معاك وقت، هو بيقعد من حوالي 20 ثانية أو 25 ثانية وبينزل حسب المدة بتاعتك. أنت معاك لحد 3 دقايق ممكن ترفع فيهم الفيديو الشورت. أهو كده بيحمل معانا. بعد ما حمل معانا هنا فوق خالص لو عايز تعمل حاجة تكتب على الفيديو بتاعك من بره، ممكن أهو فيديو على المايك. بعد ما عملنا حاجة اسمها التالي، طبعا هنا يا جماعة في حاجة اسمها غير مدرك، فأنا بدوس على غير مدرك ديت، ما بخلوش ولا عام ولا خاص، حاجة اسمها غير مدرك، واسيبه في الفيديوهات اللي هي القصيرة ديت، بسيبه حوالي ساعة عشان خوارزمة اليوتيوب تبعته للناس الصحيحة، مش تبعته لأي حد وخلاص. انت لو محتواك تعليمي بتبعته للتعليمي، مش بتبعته للناس اللي بتتابع الكورة او الرياضة او الطبخ او الكلام ده كله. تاني حاجة هتعمل حاجة اسمها فيديو مخصص للأطفال، ما تقولهوش نعم، قول له لأ. أنا كده كده ببقى عاملها من جوه الإعدادات فبخليها لأ على طول. تالت حاجة هنا عندي الوصف بتاع الفيديو، وده مهم جدا. شوف الفيديو بتاعك بيتكلم عن إيه وخش اديه الجاك بتي، وهو هنا هيجي يديك الوصف وهتعمله. تمام. رابع حاجة هنا لو عايز ترفع الفيديو صح، الموقع الجغرافي هنا بتقول له يعني أنا ساكن في مدينة السلام أهو. هو طبعا زي ما جالي هنا مدينة السلام فأنا اخترت مدينة السلام. هنا بيقول لك حاجة اسمها فيديو ذو صلة، بنزل هنا كده وبختار الفيديو اللي أقل مشاهدات عندي وأقوم مختاره، بحيث إن اللي يجي يتفرج على الفيديو الشورتس عندي هيلاقي الفيديو ده تحت موجود زي ما انتم شايفين كده. حاجة هنا اسمها إضافة قوائم تشغيل، لو عايز تضيف قوائم تشغيل زي اللي أنت عاملها ممكن ناخد فيديو ونحطه شغال. ماشي. التعاون دي أنا مش مفعل التعاون لأن التعاون تقريبا من 500 مشترك، أنا لسه 32 مشترك في القناة الجديدة بتاعتي. في حاجة اسمها محتوى معادل، محتوى معادل هتدوس عليها. بعد ما هتدوس عليها تاني هيجي لك حاجة اسمها هنا كلمة هل يطبق أي مما يلي، هتقول له لأ. تمام كده الفيديو بتاعنا بقى تمام. بعد ما نعمل الوصف بتاعنا وهندوس تحميل الفيديو، كده الفيديو بيتحمل معانا زي ما انتم شايفين تحت اهوت. بعد ما يتحمل الفيديو ويخلص والتحميل بتاعه يكون 100%، سيبه كمان ساعة. كمان ساعة دوس عليه وشغله واعمله وضع العام. كده انت خلصت ورفعت الفيديو بتاعك بالطريقة الصحيحة. زي ما انت شايف في فيديو جنبه هنا اهو، انا عامل عليه فيديو غير مدرك. تعالى كده اهو بقاله فوق الساعة اهو، دخلنا على الفيديو اهو، اهو عامله علني، اتعمل علني معايا كده، قمت منزل الفيديو اهو. بيقعد 4 دقايق وبعد كده بتلاقي المشاهدات اتعملت عليه. طبعا لما تكون خوارزمة اليوتيوب بتقعد 4 دقايق وبعد كده بترشح الفيديو بتاعك لكذا فئة. أول حاجة بتديه لفئة صغيرة، الفئة الصغيرة دي اتفاعلت مع الفيديو بتاعك. بعد كده الخوارزميات اليوتيوب بتقول لك إن الفيديو دوت يستحق يجيب أكتر من كده، فبتديه لفئة تانية وفئة تالتة، ويجي عليك وقت بيقف الفيديو وبعد كده تلاقيه بيشتغل تاني. كده الفيديو بتاعنا خلص زي ما انتم شايفين. الفيديو نزل وعملته غير مدرك، كمان ساعة إن شاء الله هبدأ أرفعه. تمام. كده احنا خلصنا. دي طريقة رفع الفيديو الصغير على اليوتيوب. المرة الجاية إن شاء الله الفيديو الجاي هعمل لكم طريقة رفع الفيديو الكبير وليه المشاهدات بتاعته بتقف فجأة. لو أنت وصلت لحد هنا متنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس.